اخيرا صار لي 6 اشهر انتظر فيلم ماريو الجديد، بيكون جدا رهيب، انا متحمس. شكلهم غير عن الاعلان شويه. ويت، هذا باوزر؟ ليش الجوده السيئه كذا؟ كانه فيلم من اوائل التسعينات. ويت، اعاده عرض؟ ما يستاهل حتى سعر الفشار. هاي ريباد، واهلا بكم الى نظريه فروست. قبل كل شيء، هل عندكم اي فكره لاي درجه صناعه الاعمال المقتبسه من الالعاب صارت ممتازه؟ لا جد، فيما يبدو انه بين يوم وليله انكسرت لعنه الاعمال المقتبسه من الالعاب لسبب او لاخر. في اخر كم سنه في اقتباسات كثير من العاب، سواء كانت افلام او مسلسلات، والاغرب حتى ان اغلبها جيده او حتى ممتازه، والكثير منها يعد ناجح بكل المقاييس وبتقييمات عاليه جدا. افلام زي المحقق بيكاتشو، سونيك 1 و2، وحتى انشارتد لقد استقبال كبير ونجاح مادي اكبر، وهذا بدون ذكر فيلم ماريو القادم خلال شهر. ولا تخليني اتكلم عن فيلم تتريس ما في شيء راح يفاجئني في عامنا الحبيب 2023. ومو بس الافلام، حتى المسلسلات، واللي هل اتجرأ اني اقول في الغالب حتى افضل من الافلام. مسلسلات زي اركين اللي اقتبست من لعبه ليج اوف ليجند واخذت شخصياتها وسوت قصه جديده مستقله وبشكل مذهل كانت ممتازه، ولقت نجاح كبير بين المقيمين والمشاهدين. واكيد اقتباس HBO مؤخرا لسلسله ذا لاست اوف اس، واقول اقتباس مع العلم انه حرفيا نفس القصه من اللعبه تقريبا حرف بحرف احيانا، بس حتى مع ذلك لقت نجاح مبهر وتقييمات جدا ممتازة. إن فاكت مسلسل ذا لاست اوف اس الآن في المرتبة 16 على IMDb، أعلى المسلسلات تقييما في التاريخ. هذا المسلسل مقتبس من لعبة، وأكيد مو شيء مبهر إنه قصة ذا لاست اوف اس رهيبة. هذا الشيء معروف من زمان. الألعاب تقدر تحكي أحد أجمل القصص اللي ممكن تشوفها بأي ميديا، بس المشكلة إنه كانت دائما تعاني عشان توصله للشاشة الكبيرة أو حتى للتلفاز. بس الآن فجأة خلال آخر 6 سنين نقدر نشوف عمل ورا عمل ورا عمل ناجح حتى اكثر من اللي قبله، وهذا اللي اثار اهتمامي. ايش اللي قاعد يصير بالضبط؟ وانا اقول هذا الكلام عشان الفت انتباهكم للي صاير، لانه الشركات خلال اخر كم سنه فعلا بدات تاخذ مساله اقتباس الالعاب بجديه مبهره، واغلبها تنتهي بكونها اعمال جيده او حتى ممتازه. ثاني، رجوعا لذا لاست اوف اس، ذا لاست اوف اس قاعد يتم العمل عليه من HBO. اذا ما تعرف HBO هم الناس اللي قدموا لنا اعمال زي جيم اوف ثرونز. لما نقول انه استوديو كبير نحن نتكلم عن عمالقه صناعه هذه المسلسلات. بس انا الان سؤالي، ليش الان؟ وشايفين هذه الفكره لما تبدا تشوف الموضوع بشكل اعمق تبدا تلاحظ شيء مثير للاهتمام، وهذا بالضبط اللي بقول لكم اليوم. ليش المسلسلات هي مستقبل صناعه الالعاب؟ كيف؟ عشان نعرف المستقبل نحتاج نرجع للماضي. شايفين لأطول فكره صناعه الالعاب كان فيها هذه اللعنه، واللي بالتالي فكره انه اي فيلم او مسلسل مقتبس من الالعاب في الغالب راح يفشل. اللعنه اللي الكثير كان مقتنع فيها لقرابه 30 عام، ولكن خلال ذيك الفتره كان في الكثير من المحاولات لإيصال الألعاب وقصصها إلى الشاشة الكبيرة، واللي أغلبها تفشل بشكل مبهر. بس هي أيضا أعطتنا أشياء زي ماريو براذرز ومورتال كومبات انايليشن اللي أزلت العالم بتقييم 3.6 من 10. مذهل في هذه المرحلة. أعتقد إنهم بس ما يحبون هذه التحفة الفنية. أنا شفت الفيلم عشان أسوي هذا الفيديو، يمشي الحال بمعايير 3.6. ومن بداية التسعينات كان في هذه الدفعة القوية لمحاولة انهم يوجهون الالعاب الى الشاشة الكبيرة ايضا، والطريق كانت وعرة اذا صح التعبير، مع العلم انه ايضا كان فيه الكثير من النجاحات. كمثلا فيلم 2016 ووركرافت المقتبسة من لعبة ووركرافت كان نجاح مادي جدا ضخم، حقق 439 مليون دولار. بس المشكلة ان ميزانية الفيلم كانت 500 مليون، لما نسوي الفيلم هم بس خسروا تقريبا 60 مليون، وهذا اعلى فيلم اقتبس من لعبة من ناحية الايرادات. الين في 2019 لما فيلم المحقق بيكاتشو قدر يحقق 433 مليون دولار، واللي هو نعم ما زال اقل من ووركرافت، بس الفرق ان ميزانية فيلم محقق بيكاتشو كانت 150 مليون، الفيلم تقريبا ضاعف ميزانيته. ومن 2019 تقدر تلاحظ هذا التركيز المذهل على صناعة الالعاب، وهذه نوعا ما كانت نقطة تحول. صرنا نشوف انتباه مذهل لمحاولة اقتباس جيد من الالعاب، واعتقد انه في عدة اسباب في هذه الانطلاقة. كبداية شايفين نحن اول جيل فعلا نكبر
مع هذه الألعاب. في الماضي كان جدا صعب تلاقي اقتباس جيد لهذه القصص والألعاب، وهذا بسبب طبيعة تطوير الألعاب نفسها. الطريقة اللي هذه الألعاب تمشي فيها قصصها حتى إذا كانت عندها قصة عميقة جدا ما يمديها تاخذ اليوم كله أو ساعتين وثلاث حاول هذه الفكرة العظيمة. تحتاج إنه على الأقل في أول 20 دقيقة نكون في الجيم بلاي، وهذا الشيء في الغالب راح يكون جدا مربك إذا كنت مجرد مخرج هوليوودي اشتغلت على جراسيك بارك أو ما شابه. نحن أول جيل فعلا نكبر مع هذه الميديا. الآن في ناس في هوليوود لعبوا هذه الألعاب وتربوا عليها، في ناس لعبوا ماريوز، سونيك، ذا لاست اوف اس، ذا ويتشر، ليج اوف ليجند حتى في أسوأ الأحوال، وكثير من هذول الناس عندهم خبرة. كمثال نرجع ل 2019 تريلر لفيلم سونيك ينزل على يوتيوب، أكيد كلنا نتذكر كيف ردة فعل الناس. سونيك كان شكله مرعب جدا غريب، حتى اني سويت فيديو زمان اطلق عليه شويتين. لما افكر فيها يمكن مو اكتر فيديو فخور فيه، بس كان مضحك. بس الشيء اللي فعلا ما حد توقعوا انهم راح ينقذون الفيلم بطريقة ما، ولما اقول ينقذونه اقصد يحولونه تماما بفضل هذا الشخص تايسون هيس. تايسون هيس هو رسام انيميتر ومخرج، واشتغل على كثير من الاعمال عبر السنين لسونيك. اشتغل على جزئيات من سونيك مانيا، تريلر سونيك مانيا، اشتغل على الكثير من الكوميكس لسونيك، وصمم بعض الشخصيات لكوميكس سونيك. فاذا في احد فعلا يعرف اي شيء عن تصميم الشخصيات والسونيك هذا هو الشخص. فلما جابوه ببساطه قال هاي راح نعيد تصميمه بالكامل، وهذه هي التصاميم. وفعلا باراماونتن والمخرجين اعادوا تصميم الفيلم بالكامل، كان على وشك انه حتى يفلسهم، وبفضل اعاده تصميم الشخصيه بالكامل الفيلم نجح. ان فاكت صار سادس اعلى فيلم دخلا في 2020. الان ممكن تلاحظ اللي قاعد يحاول اوصله. تخيل انه التريلر الاول كان اللي قاعد يصير في الالعاب قبل 30 عام، مخرجين وناس ما عندهم خبره في مجال الالعاب قاعد يحاولون انهم يستغلون نجاح شخصيه زي سونيك، فبالتالي يجيبون العيد فيها كثير. بس الفرق هذه المره انه هذه المره في شخص فعلا اتربى مع هذه الشخصيه، اشتغل على الكثير من الاعمال السابقه للشخصيه، فلما وصل الاستوديو كان يعرف بالضبط ايش اللي يحتاج انه يسويه عشان ينقذ الشخصيه ويقدمها بالشكل المطلوب. واعتقد هذا بالضبط اللي قاعد يصير الان مع صناعه الالعاب. الكثير من الاستوديوهات بدات تتبنى اعمال اوريدي معروفه، والان كثير من المخرجين والعاملين والممثلين حتى يعرفون هذه الشخصيات. في الغالب افضل دليل لهذا الشيء قاعد يصير هو اللي قاعد يصير مع الممثل هنري كافل. اذا ما تعرف هنري كافل هو اللي قاعد يلعب شخصيه ذا ويتشر في مسلسل نتفليكس ذا ويتشر. أدري إنه مرة مفاجئ، لكن الممثل هنري كافل رفض إنه يكمل بشخصية الويتشر. لما سألوه قال لأنه الكتاب قاعد يغيرون كثير في الشخصية بدون ما يرجعون للكتب أو اللعبة، وقاعد يشوهون هذه الشخصية. الشيء اللي هو رافضه لأن هنري معروف عنه إنه أحد أكبر فانزات لعبة ذا ويتشر والكتب. الموضوع أثار ضجة كبيرة لدرجة إنه الناس سووا هذه العريضة عشان يشيلون الكتاب بدل ما يشيلون هنري. العريضة اللي عليها فوق 300,000 توقيع، فهذا يثبت بالضبط الفكرة اللي قاعد أقولها. لأول مرة ناس داخل هوليوود ممثلين كتاب ومخرجين يعرفون هذه الشخصيات، ولأول مرة راح يعطوها الاحترام اللي تستاهله. والسبب الثاني انهم عكسوا الطريقة اللي كانوا يشتغلوا فيها زمان لترويج الالعاب. شايفين زمان كانوا يحاولون انهم يروجون للفيلم باستغلال نجاح اللعبة. في النهاية الكل يعرف ماريو، فهذه اسرع طريقة تبيع فيها تذاكر اذا سويت فيلم عن ماريو. بس الان صار العكس. لاحظ انه الشركات قاعد يحاولوا يروجون للالعاب باستخدام الافلام والمسلسلات. يعني وجهوا انظاركم الى السايبر بانك ايج رانرز، هذا انمي مبني على اللعبه سايبر بانك. بس هذا مو الشيء المثير للاهتمام. الشيء المثير للاهتمام هو ليش سووا هذا الانمي. شايفين سايبر بانك قبل سنتين تقريبا من الان كانت احد اكبر الاعمال المترقبه من CD Projekt Red اللي سوى اشياء زي ذا ويتشر وذا ويتشر وذا ويتشر. اوكي يمكن هذه اكبر لعبه عندهم وحلبوها للسنين، بس كلنا نعرف ذا ويتشر. فلما يعلنوا عن مشروعهم القادم سايبر بانك كان فعلا حدث كبير. الناس ترقبوه لقرابه 10 سنوات، ثم تصدر اللعبه بحاله جدا سيئه مليانه جلتشات ومشاكل، وفعلا فشلت كانطلاقه. في حاله عاديه اللعبه لما تطيح كانطلاقه هذا بيسكلي عباره عن موت. ما حد راح يرجع للعبه بعد 7 أشهر ويقول هاي خلينا العبها لانهم خلصوا كل التحديثات الان ولا بد انها لعبه رهيبه. انطلاقه اللعبه اهم شيء، والسايبر بانك فشلت فيها بشكل مزري. فاللي سووه انهم سووا سايبر بانك ايج رانرز، انمي تصير احداثه في نفس عالم سايبر بانك بشخصيات مختلفه. الشيء اللي كان طريقه ذكيه للترويج للسايبر بانك بعد ما اوريدي خلصوا كل التحديثات وانا اللعبه متكامله وجاهزه. وهذا الشيء فعلا نجح. بعد نجاح ايج رانرز سايبر بانك سجلت على ستيم اكثر من 1,000,000 لاعب من جديد بعد 3 سنوات من اطلاق اللعبه. الشيء اللي تقريبا ما قد صار من قبل. شايفين اللي صار؟ لعبه فشلت كانطلاق
عملاقة، فعشان ينقذوها سووا انمي عشان يقدروا يروجوا للعبة الثاني. إذا هذا يوحي لنا بشيء معناته ان الشركات بدأت فعلا تستوعب قوة الترويج للعبة عن طريق استخدام ميديا ثانية زي الافلام والمسلسلات. لكن انا اقول افلام ومسلسلات بس انا بشكل عامة اقصد مسلسلات بالتحديد. لما تفكر فيها افلام تبدو كفكرة منطقية، تاخذ لعبة اوريدي ناجحة وتحولها الى فيلم انجح تدخل لك مئات الملايين من الدولارات. في مشكلة واحدة بس، اغلب الالعاب ما تصلح كافلام. الالعاب تحكي قصص جدا طويلة، واذا حاولت ان تخليهم فيلم في غالب الاحيان راح تجيب العيد، لانه لازم تقص اشياء كثير، او تحاول تسوي 12 ساعة فيلم واللي هو في الغالب ما هو شيء ممكن. ما اتوقع انه في احد ناوي ينام في السينما. الطريقة الوحيدة انه تسوي فيلم من لعبة انه تترك القصة الاصلية تماما وتحاول تسوي قصة جانبية. شفنا هذا الشيء يصير مع بوكيمون وبيكاتشو، شفناه يصير مع سونيك، ترك عالمه وصار في عالم ثاني. فما في طريقة انه تحكي قصص عملاقة زي God of War كمثال في فيلم، فهذا يخلي من الافلام جدا محدودة. بس هذه المشكلة مو موجودة في المسلسلات. شايفين الجيد في المسلسلات يعني تقدر تسوي قد ما تحتاج من حلقات، وكل حلقة تكون من 45 دقيقة الى ساعة. مسلسل The Last of Us راح يسوون 9 حلقات للموسم الاول، 9 حلقات، هذه 9 ساعات متواصلة. إذا كل واحد فيهم ساعة، مع العلم إنه تقريبا بعضهم 45، بعضهم 50، بعضهم ساعة و30. بعكس الأفلام، المسلسلات ما عندهم مشكلة الوقت، يقدر يسووا قد ما يحتاج من حلقات، وكل حلقة تكون ساعة كفيلة لرواية قصة كاملة بدون ما تخسر أي شيء من اللعبة الأصلية. لهذا السبب أركين، The Last of Us، Edge Runners جدا ناجحين، لأنه قدروا يلاقوا فرصة إنهم يحكون قصص هذه الألعاب بشكل فريد وجيد بدون ما يضطرون إنهم يخافون على 90 دقيقة حقت الأفلام. فالآن كل الشركات راح يحاولوا يتوجهون إلى أنهم يسووا مسلسلات، وأيضا آخر وأهم سبب ماديا جدا حركة ذكية، لأنه إنتاج فيلم واحد ب90 دقيقة مكلف جدا. ناخذ فيلم ديتكتيف بيكاتشو، 150 مليون دولار ميزانية إنتاج هذا الفيلم. حتى لو إنه الفيلم عوض ب 300 مليون دولار، 150 مليون دولار ل90 دقيقة ما زال رقم جدا ضخم. بالمقابل يمديك تسوي مسلسل وتكلفة إنتاج مسلسل أقل بكثير من فيلم. كمثال يرجح إن ميزانية The Last of Us 10 ملايين لكل حلقة. إذا في 9 حلقات هذه 90 مليون دولار ل9 حلقات كاملين. إنتاج مسلسل The Last of Us كلف 60 مليون دولار أقل من فيلم بيكاتشو. هدف الشركات الآن ما راح يكون بس إنتاج أكبر عدد ممكن من الأعمال والمسلسلات اللي مقتبسة من الألعاب، بس أيضا إيجاد طريقة لتوفير الفلوس. فبالتالي أقل أفلام مسلسلات أكثر، وشركات الألعاب راح تتعاون وتعير شخصياتهم، لأن هذه أفضل طريقة للترويج لعبة، لأنه في النهاية راح يرجع بدفع كبيرة جدا للعبة. فمستقبل الألعاب بشكل غريب صار جدا مرتبط بالمسلسلات. إذا تقدر تحول لعبتك الناجحة أوريدي إلى مسلسل أنجح، مين يعرف إيش هي الحدود. ولكن في هذه المرحلة بس لازم ننتظر ونترقب. لكن إلى ذاك الحين تذكر هذه نظريتي، فشكرا للمشاهدة. وإذا تبي نظرية ثانية أنصحك تشوف هذا الفيديو. والى اللقاء.